لو شفت لعيبه الاهلي بتتكلم مع بعض ازاي جوه الملعب هتعرف قد ايه ترب عنده لا مبالاه. يا عمي الاهلي خسران، ما بيعملش غير الرياكشن ده. يا عمي الاهلي دخل فيه التاني. يا سيدي الناس، الاهلي بيودع البطوله، بيودع المنافسه على افريقيا، حتى مش داخلين افريقيا الموسم اللي جاي. تبص على الملعب تلاقي فيه عشوائيه مش طبيعيه. تلاقي تريزيجيه بيزعق لزيزو، تلاقي محمد شريف اللي لسه جاي بيهب في زيزو، وزيزو مش عارف بيتكلم مع مين. تلاقيهم كلهم بيتكلموا مع بعض في الملعب كأنهم متفقين احنا اللي هندورها. الراجل ده انا اسف فاضي. طب في فرقه من غير مدير فني؟ الاهلي من غير مدير فني. انا بقول لك الاهلي من غير مدير فني. قرار وجود الراجل ده لحد النهارده هو بيثبت ان في ناس مش عايزه تثبت فشلها، مش عايزه تقول انا فشلت. يا اخي قول، مش انت. دي منظومه كامله اسمها النادي الاهلي، ده نظام كامل اسمه نظام صالح سليم. انت هديته، انت حطمته، انت قهرت جمهور الزمالك. انا اسف في الكلمه. صفقه زيزو دي قهرت ناس كتير في جمهور الزمالك. ناس لحد النهارده مش مصدقين ان زيزو لبس التيشيرت الاحمر. صفقه كيديه نتيجتها اللي انت شايفه ده. امام عاشور صفقه فنيه، ما اقدرش اتكلم معاك، بس ده نفسيا ما ينفعش يبقى في الفرقه. ما ينفعش بعد اللي عمله وبعد اللي قاله، ما ينفعش. ده زملكاوي هيفضل طول عمره زملكاوي، واتوقع وجوده تاني في نادي الزمالك. النادي الاهلي خد قرارات هي سبب الخساره بتاعت النهارده، واللي خد القرارات دي كلها لازم يتحاسب، واعتقد هيتكرم على مجمل اعماله.